السلام عليكم. تحيا مصر ويعيش الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحيا شرطتي وجيشي وبلدي، يا رب يحفظنا ويحفظ جميع بلداننا العربية. عمالين يحشدوا الجيش بتاعهم ويلموا نفسهم عشان خاطر إيران. ما يعرفوش ان المصريين فاهمين ان إيران عميلة معاهم ضد العرب والمسلمين، وهي اللي بتمهد لهم لخراب الدول العربية. مش عارفين. احنا في مصر عارفين ان إيران معاكم وحماس معاكم والكيان معاكم، وانتوا الثلاثة بتتفقوا على أرض. ولما كتبتوا في الجريدة البريطانية الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤقت، انتوا مغيبين. ليه بقى؟ لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي مش هو اللي يحكم مصر بس. انتوا مش قادرين على 120 مليون مصري. 120 مليون. الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مصر واحنا هو. يعني عشان لما تكتبوا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المؤقت، مش هتقدروا تكتبوا على 120 مؤقت، مش هتقدروا علينا. فاهمين مخططكم الخايس. حماس مش هاممها الأقصى ولا فلسطين عربية ولا أطفال فلسطين ولا شعب الفلسطيني، يكشي كله شعب فلسطيني يباد قصاد إن حماس تكون تحمي نفسها. الكيان مش همه الأسرى ولا في دماغه أي حاجة. انتوا كل تركيزكم إنك تجر بلد الحرب مش بتاعتها، وبتحشدوا وبتعملوا الهاء عشان خاطر إيران. الشعب المصري كله فاهم السيناريو الخايس ده. إيران وحماس وأمريكا والكيان عملة واحدة ضد العرب والمسلمين. تحيا مصر ويعيش الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحيا جيشي وشرطتي وبلدي، يا رب يحفظنا ويحفظ الدول العربية.